لو حبيت تنصح واحد في يوم من الايام نصيحة، بلاش تنصحه النصيحة المباشرة وتقول له اللي انت عملته ده غلط وتجرحه قدام الناس، او تقول له كان المفروض تعمل كذا وكذا. خلي النصيحة بتاعتك غير مباشرة، ممكن بينك وبينه او ممكن بطريقة تانية تقولها له عشان العقل البشري يقبلها. بمعنى ايه؟ خليك معايا وما تقلبش. كان في مدرس واخد على حركة معينة وهو في الصف بيعملها بايده كده، فالاولاد بدأوا ان هم يقولوا ان الاستاذ حمامة جه، الاستاذ حمامة راح. مش عارف يغير الحركة دي، وكتير من الناس بدأت تنصحه وتقول له غير الحركة دي، مش عارف يغيرها. فجي واحد صديقه عرف ان النصيحة المباشرة مش هتنفع معاه، راح جاب له عصاية وقال له العصاية دي هدية ليك وتليق بيك، اشرح بيها. فبدأ ان هو يشرح الدرس بالعصاية ويشاور بيها. بعدين بعد اسبوعين قال له انا عايز العصاية، خد منه العصاية عشان يشوف رد فعله ايه. وبالفعل لقى ان الاستاذ بطل الحركة بتاعت ايده دي، والاولاد نسيت الحركة اللي كان بيعملها، وبدأ يدور على عصاية تانية البديل، وبدأ ان هو يستخدمها. فلو انت جيت وقلت لابنك ذاكر مش هيذاكر، نام مش هينام، خد الدواء مش هياخد الدواء، افضل شيء ان انت تجيبها له بطريقة تانية. انت لو نمت بدري انت ممكن جسمك هيستفيد وهتبقى قوي وكذا وكذا وكذا، ونقدر ان احنا نقولها له بطريقة غير مباشرة عشان العقل البشري يقبلها. كل سنة وانتم طيبين.